يا بنتي، اسمعي كلامي وخديها مني نصيحة، حطيها حلقة في ودنك. الراجل ما بيتربطش غير بالخلفة. خليه يخلف، خليه يحس إنه مسؤول، خليه يشيل ابنه على كتفه، يمكن يتربط. بس يا ماما، أنا حاسة إن كده غلط. يعني أجيب طفل عشان أربطه؟ طب وبعدين؟ يا بنتي فهميني، أنا ست عشت كتير. الراجل من غير عيال عينه تبص بره وقلبه يساع غيرك، لكن أول ما يبقى أب بيخاف ويفضل. يا ماما، أو أنا هخلف عشان أكتفه؟ فين الحب؟ فين العقل؟ اعملي اللي بقولك عليه، ما تستنيش لحد ما يطير منك وتندني بعدها. أنا قلتلك اللي فيها وانتي حرة، ومش هعيد الكلام تاني. الراجل ما يتأمنلوش، لو غلبك بالمال تغلبيه بالعيال، عيل ورا التاني، هو ده اللي يخليه يفضل. معقول كلام ماما صح ولا اللي أنا بقوله هو الصح؟ أنا مش عارفة أسمع كلامها ولا أعمل إيه. يوه، تعبت من التفكير. يا سلام، هو احنا بنربط الرجالة دلوقتي بالعيال؟ يعني الطفل بقى سوستة نربط بيه الراجل؟ طب ما تيجي نفك الكلام ده شوية ونفهم الحكاية من أولها. في ناس فاكرة إن الرجالة بتتربط بالخلفة، يعني الطفل بقى زي الحبل بيشد الراجل ويمسكه ويخليه يفضل. بس الحقيقة ده مش حقيقي. الراجل بيتشد بس بإرادته، مش بحاجة بره، لا طفل ولا خوف ولا حتى مسؤولية. الراجل الحقيقي بيتربط بالمودة، بالاحترام، بالراحة اللي بيحسها وهو جنب مراته، بالست اللي بتبقاله حضن وظهر وناس وسكن، مش بس لقب زوجة على الورق. دي علاقة فيها دفء واختيار. والست لو عاقلة وفاهمة الدنيا هتعرف إن اللي بيحبها بجد مش محتاج يتربط، لأنه هو بنفسه بيختار يفضل. العلاقة مش في طفل ولا شياكة ولا حتى شطارة. العلاقة الحقيقية هي توازن وحب ونضج، مش ميدان صراع مين يمسك في مين ومين يهرب من مين. دي علاقة زوجية، اتنين اختاروا بعض بإرادتهم، مش علشان حد ناقص والتاني يكمله، لا، علشان كل واحد شاف في التاني سند ومراية وأمان. واللي يفتكر إن الطفل هيشد قلب الراجل يبقى ناسي إن القلوب مش بتتربط بالحمل، بتتربط بالأدب والاحترام والعشرة الطيبة. ممكن الراجل يتربط غصب عنه، بخوف، بقايمة، أو حتى بمأخر، لكن ساعتها بيحصل نوع أخطر بكتير من الطلاق العادي. بيحصل طلاق نفسي، النوع اللي يكسر من جوه، ويفضل يكسر في الود وفي الونس وفي المودة لحد ما البيت يبقى فندق بارد، كل كلمة فيه محسوبة وكل نفس فيه تقيل. نصيحتي، حافظوا على بعض بالحب، بالتغافل وبالإحسان. المثل بيقول اللي بينكسر جوه محدش بيشوفه، بس بيعيش جوه العمر كله. وربنا قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لو الكلام ده لمس قلبك ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة وشير الفيديو للي بتحبهم، يمكن كلمة بسيطة تصلح حال وتلم بيت. ودمتم في رعاية الله وأمنه.